السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ الأهلي بيكثف مفاوضاته لضم أكرم توفيق لاعب الشمال القطري. طبعا أكرم كان في الأهلي عارف فرقة الأهلي، يعني زي ما نقول كده جينات الأهلي فيه. طبعا الأهلي عايز يتعاقد معاه عشان يعوض رحيل ديانج، لأن كده يبقى فيه عندك بس مروان عطية في لاعب رقم 6. فالأهلي عايز يجيب أكرم توفيق بحيث إن هو يبقى كمان أمن ناحية الباك اليمين بتاعت محمد هاني. أكرم بيلعبها كويس. ويكون أمن خط النص برضو عشان يبقى فيه مفاضلة ما بينه وما بين مروان عطية. الأهلي برضو على راداره محمد عبد المنعم النادي الأهلي عايز يرجعه عشان يدعم خط الدفاع. لو رجع عبد المنعم نقدر نقول إن مكسب كبير للنادي الأهلي. رجوع محمد عبد المنعم مع لازم نجيب مدافع تاني يكون بنفس البروفايل بتاع محمد عبد المنعم. لازم نجيب مدافع تاني كوير بيعرف يطلع بالكورة وبيعرف يدافع بشكل كويس غير اللعيبة اللي عندنا للموسم اللي فات، يعني دخل فينا أكبر عدد أهداف. لا، عايزين مدافعين أقوياء يعرفوا يلعبوا من تحت كورة وبيعرفوا يبتدوا هجمة.